بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الأهلي منارة الرياضة الإفريقية المصرية والعربية والإفريقية. الأهلي يسطر التاريخ كل يوم. الأهلي هو تاريخ وطن وشعب وأمة، النادي الذي أنشأ من أجل الشعب، فهو يكن الاحترام والتقدير لكل الأندية سواء الشعبية أو الاستثمارية أو الشركات، لأن رضا الجميع، وأصبحت استثمار كبير ووصلت الأجور فيها إلى أعلى المستويات. ولكننا نتحدث عن ارتفاع الأجور، لأن كل شيء الآن عرض وطلب، ولمن يدفع ما دمت في احتياج إلي ادفع ولو ادفع ما أطلبه. ولو تكاتفت هذه الأندية مع الأهلي وكذلك الاتحادات مع الأهلي، ستكون الرياضة المصرية لها شأن آخر وشأن عظيم. ولا أعرف إلى كل من يعين أو ينتخب في مجالس الرياضة كلهم ضد الأهلي، وكل الأحداث التي تحدث مع الأهلي شاهد عيان على ذلك أنهم ضد الأهلي. أعلم أن مجالس إدارات الأهلي تطالب مجالس إدارات الأهلي السابقة، وبخاصة صالح سليم، أن طالب أي لاعب سابق أو نجم سابق في النادي الأهلي تطالبوا بعدم خوض أي انتخابات لأي مجالس خاصة بشؤون الألعاب الرياضية أو الاتحادات، لأنهم هناك يتربصون للأهلي في فوزه بالبطولات ومحاولة النقصان منها قيمة هذه البطولات، حتى هم أنفسهم يلعبون في هذه الألعاب، ولكن إذا فازوا هم أو حصل عليها تكون هذه البطولة عالمية وكبيرة، والعكس والنقيض. لو الأهلي حصل عليها ستجد الإسكريبتات يتم توزيعها على الشاشات والقنوات والبرامج الرياضية للطعن في بطولات الأهلي. لو نظرنا وعادت بنا الذاكرة إلى الوراء، أول بطولة أفريقية فاز بها الزمالك سنة 1984، والأهلي فاز بأول بطولة سنة 1982. والأهلي قد كان انسحب من البطولات اعتراضا على الكاف، وقام ابن الأهلي بتعديل اللائحة ليلعب الزمالك في إفريقيا، ولولا هذه التعديل ما لعب الزمالك في إفريقيا وقتها. تعديل تعديل اللعب، تعديل تقدم بمذكرة تعديل نظام اللعب، مما أتاح للزمالك الاشتراك في إفريقيا.